أميرة خليل، اشرحي لنا عن نفسك، مين انت؟ عارفين؟ أنا فلسطينية نعم. طبعا، وهذا الأساس. عايشة بالشتات. أهلي تهجروا 48، وهذا الشيء أثر كثير فينا كأجيال هجرة وشتات وغربة، وضلينا طول عمرنا يعني عايشين. انت طبعا عايشة في السويد. أنا عايشة بالسويد. العائلة ولدت في إسرائيل وهاجرت طبعا. أهلي ولدوا في فلسطين في دير صريف. في دير طريف، هاي اللي بجانب اللد. بفلسطين قضاء اللد. نعم. عفوا بدير صريف قضاء اللد. أبوي طلع صغير طبعا بالهجرة، نكبت في 48، طلعوا على الأردن أهلي، لأنه في عالم كثير طلعت من شمال فلسطين راحت على لبنان وعلى الشام، والقريبين على الأردن راحوا على الأردن، والقريبين على سوريا راحوا على سوريا. فأنا أهلي من الناس اللي طلعت على الأردن، ومخيمات طبعا حطوهم وعاشوا المعاناة اللاجئين الفلسطينيين زي أي لاجئ بيعيش في غير دولته وغير بلده. من ثم طبعا انخلقنا، تزوج ابنه ابوي واحنا انولدنا من بهذيك المناطق، وبعدها هاجرتوا على السويد. انخرطنا. لا طبعا احنا العمل السياسي هو اللي خلانا نوصل للسويد، لانه احنا طبعا مش هدفنا انه نتشتت وغرب على غرب نعيش، بس المعاناة هي اللي وصلتنا للسويد، وعشنا بالسويد، خلفنا اولادنا وكبروا اولادنا وصار عندنا احفاد، واحنا بعد الحلم نفسه هو العودة، يعني حقنا لا نتنازل عنه ابدا. هذا حقنا المصيري كل فلسطيني لازم. يعني عايشين مؤقت يعني بشكل انت اليوم مؤقت. عمليا حققتي يمكن امل كنت تنتظريه. قديش عمرك اليوم؟ انا هلا عمري كمان كم شهر بصير 52 سنه، وانا من يوم ما وعيت على الدنيا وانا احلم بهذا اليوم اللي انا وصلت فيه لفلسطين بصراحه. يعني هذا الحلم اللي كان عندي مستحيل الحمد لله تحقق. انت من السويد اجيتي على راس بعثه او وفد اللي من الشبان من اعضاء الوفد البيت الفلسطيني طبعا لتعريفهم على فلسطين، لابقاء فلسطين في الذاكره ولتسليم جيل، يعني مشان يسلم لجيل. بالضبط، هاي هي مهمتنا، انه احنا نخلي بس شبابنا واجيالنا تضل متمسكه بهذا الحق، وما تنسى ابدا انه لها حق راح من جدودها، لازم بيوم من الايام راح يرجع لنا. طيب احكي لنا اول ما طلعت على الطياره من السويد. انا قبل ما اطلع السويد باسبوع وانا عندي حاله كآبه مش طبيعيه طبعا. ليه؟ خلص هيك رهبه انه انا رح ارجع على عالم كنت عندي هيك عالم كان عندك في مخيلتك مرسوم فلسطين، مرسوم شيء في مخيلتك. انا الخارطه وصلتوا تل ابيب، مطار تل ابيب اللد، نزولكم لما ارض المطار حطيته في ارض فلسطين، كيف شعورك كان؟ هلا شعور يعني انتابتنا هيك مشاعر زي مختلطة، صارت مشاعر فرح، مشاعر كآبة، مشاعر حزن، بكينا كلنا يعني البنات والشباب، واحنا كل الكبار والصغار دمعنا وبكينا. اول شيء هاي الحالة صابتنا بتركيا لما كان عندنا ترانزيت تركيا، احنا حسينا انه فعلا قربنا يعني، وبما انه صرنا نشوف الشعب الثاني المحتل بهذيك الدولة، فصار عندنا زي هيك ما بعرف حالات يعني صرتوا تتنفسوا ريحة بلادكم. بالضبط، بس حسينا بحزن كبير وجرح عميق انه هذا الشيء اللي احنا رايحين عليه إلنا هو، بس مش قادرين نوصله، مش قادرين نكون إلنا، مش قادرين نمتلكه. مغتصب طبعا. بالضبط، مغتصب منا، راح منا هيك يعني بدون أي ذنب، احنا ما عندنا أي ذنب في هاي الأرض على أساس يصير فينا هذا اللي صاير. فلو صرنا هون صار عندنا زي شك هيك، زي صدمة انه كيف هاي البلاد. ما صدقتوا انكم انا ضليت يعني 4 ايام. يعني برضه حلم اجدادكم اللي كانوا يحلموا انه يصلوا لهي البلاد ويعودوا، ما وصلوا وفارقوا الحياة، بس اعطوكم الرسالة وانتم عم بتكملوها، بتمرروا الرسالة برضه للجيل الصغير هذا الصاعد، للشباب اللي وصلوا معاكم، الهدف منه تعريفهم على اراضي فلسطين وعلى معاناة الشعب الفلسطيني وليبقى بالذاكرة. تمسكهم بحقهم. نعم. وما ينسوا لو يعيشوا 100,000 سنة بالغربة وبالشتات، ما ينسوا ورثوا أولادهم كمان أحفادهم إنه هذا إلنا. إذا ما رجعت البلاد على أيامنا وما تحررت رح ترجع أجيال الثانية اللي رح تستلم وطنها. هذا الشيء اللي إحنا بنسعى له، إنه أولادنا وشبابنا ما ينسوا أبدا إنه هن
اول شيء فلسطينيين عربيين، هاي الارض الهم، مستحيل تروح منهم هيك يعني بدون ينسوها، يندمجوا بالمجتمعات وينخرطوا بالمجتمعات وينسوها، تتلاشى قضيتنا وتروح هيك، لانه هن عم بيحاولوا انه يعبرموا حياتنا كلها، سواء باللغه، سواء بتراثنا، سواء بلبسنا، حتى مبانينا، بيوتنا، يعني من اجل محو فلسطين، محوها من الذاكره تماما، على راي بن غوريون انه الكبار يموتون والصغار ينسون. هذا شيء يعني حلم عنده، مش راح يتحقق له، مستحيل يتحقق له. وزي ما قالت جولدا مائير نفس الكلام، قالت انه الكبار يموتون والصغار ينسون. لا مستحيل، بالعكس، يمكن انا احفادي بكونوا قاعدين وغنوا ليبه ليبه فلسطين، يعني عاشت فلسطين، واني لا شاف فلسطين ولا اهلهم شاف فلسطين، وحتى ستهم ما شافت فلسطين. كيف شعوركم بوجودكم بين الاهل؟ انتوا في عرابي طبعا، جيتوا دغري على عرابي لهون؟ شعورنا احنا مباشر العرابي، احتضننا مركز محمود درويش، طبعا شاكرين له جدا جدا. وما مجلس بلدية عرابي كانوا يعني اهل او اخوة، حتى يمكن الاهل ممكن انه يقصروا شوي، هن ابدا مستحيل ما قصروا. يعني بالضبط زي ما بقول مثل رب اخ لك لم تلده امك، كثير حسيناهم انه كانه قاعدين ببيوتنا الصراحة، برغم انه عمرنا ما تعاملنا مع الناس، عمرنا ما احنا بنسمع فلسطيني الداخل، للاسف بنحارب، لانه قسمونا فلسطيني الداخل، غزه، أيوة. قطاع، بنحارب، فرق تسد، يعني كيف فهمنا؟ هي هيك. بالخارج لما نسمع كلمة عرب إسرائيل هاي بنحاربها بقوة وبشدة، إنه إحنا لا، شو عرب إسرائيل؟ هدول عرب فلسطينيين، أرض أهل البلد، يعني هاي الكلمة لازم ما تنحكى أبدا. فما يعني المشاعر ما بنقدر نوصفها أبدا. كم يوم ستبقون هنا؟ إحنا 12 يوم تقريبا، صار ضلنا 5 أيام. 5 أيام، يعني كيف بتحس الوقت عم بمرق؟ صار وما عندنا وقت، إحنا وقتنا مضغوط جدا جدا جدا. عم بتقوموا جولات في القرى والبلدات العربية، بتطلعوا على البلاد اللي تهجرت؟ كثير، يعني قمنا بمرحلة كبيرة، مساحات ومسافات مشينا، ووصلنا أماكن قد ما عندنا معلومات تجيش 1% من اللي شفناه وسمعناه من المرشدين، طبعا شاكرين لأنهم كانوا كثير يوصفوا لنا ويشرحوا لنا ويعطونا الأسماء العربية اللي لأصل هاي المدن والقرى اللي كانت اتهجرت وانمحوا أهلها، والمذابح اللي صارت وكل شيء. يعني الواحد لما بشوف الخالصة وقلنا هاي كريات شمونة، يعني أكيد إحنا ما رح ننسى الخالصة، أكيد طبعا ما رح ننساها، إنه هاي كانت خالصة، كان لها شعب، كان لها أهل، يعني ناس عايشين فيها. هلأ صار اسمها كريات شمونة، يعني هذا الشيء زي اللي كان يضربنا، طمسوا معالم البلدات العربية والفلسطينية. بس ما رح يقدروا، مستحيل يقدروا طالما في شعب. لحد الآن أنا الحمد لله يعني هلأ اطمنت الحمد لله. اللي شفته بفلسطين هون بمناطق 48 أهليها ومواطنيها بالضبط، شفت أهلها ومواطنينها، يعني فلسطينيين حتى النخاع، ومستحيل فرق بذرة تراب من هاي الأرض. والحمد لله احنا هيك اطمنا، لأنه احنا هن أملنا، هن المتمسكين، هن اللي قاعدين بالأرض حامينها لنرجع، إنه احنا مؤقت عايشين برا. فالحمد لله. تأملكم إن شاء الله تكون رحلة موفقة يعني، وعودة ثانية لهالديار. أكيد إحنا كان برنامجنا مش بس هيك، برنامجنا إنه يصير توأمة بين البلديات، ويصير عندنا وفود، تبادل زيارات مع شبابنا، الحفاظ على الترابط بالضبط مع شبابنا، حتى من سن 5 سنين وما فوق. عندنا يصير أفواج سياحية، مش سياحية طبعا، هي أفواج يجوا لبلدهم، يشوف بلدهم، يتعرفوا عليها ويعيشوا واقع أهلها اللي عايشينه. فالحمد لله بنتأمل إنه يكون هذا الشيء نسعى له ويزبط إن شاء الله بالتوفيق. الحمد لله على كل حال دائما. الحمد لله.